اهلا بكم اعزائي مشاهدي اخبار الكرة في كل مكان. ازيكم النهارده؟ قبل ما نبدا حلقتنا، احنا بنغطي عن كل اخبار الدوري المصري والنادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه المصريه. يلا بينا نبدا حلقتنا مع بعض. اول خبر معانا النهارده، الاهلي يوافق مبدئيا على رحيل محمد شريف للخليج السعودي، بشرط ان يجدد اللاعب عقده وبعد كده يخرج للاعاره موسم واحد فقط. مصدرنا يؤكد ان لو رفض اللاعب محمد شريف ان لم يجدد، سيخرج برضه بشكل نهائي، بيع نهائي، مع وضع بنود تحفظ حق النادي في وضع بنود في حال عودته الى مصر مجددا عن طريق اي نادي اخر، سواء بند اعادة البيع او بنود اخرى سيتم الاتفاق عليها مع اللاعب محمد شريف. سيتم الاتفاق عليها البنود خلال الساعات القادمة، مثل بند أحقية الأهلي في حصول على مبلغ مالي كبير في حال فسخ عقد اللاعب، وذلك حيث لا يتكرر ان الواقعة بتاعت عبد الله السعيد اللي فسخ عقده مع أهلي جدة وجاء بيراميدز وانتقل لبيراميدز مجانا حتى لا يستفيد الأهلي بأي شكل. بعدما وصلت المفاوضات مع المهاجم الجديد للأهلي واقتربت المفاوضات من الحسم، الأهلي يصارع الزمن للتخلص من أحمد القندوسي وإعارته لأي فريق خلال ال 48 ساعة القادمة. سيراميكا كليوباترا يتراجع عن حصول على حصول خدمات اللاعب أحمد القندوسي بعدما اللاعب تمسك بالراتب اللي بياخده في الأهلي حاليا. ونادي زد اف سي يستغل الأمر بحالة إقناع اللاعب للإمضاء معاه. رابطة الأندية تعلن فوز علي معلول بعد اكتساح شكري وفتوح، فوزه بجائزة أفضل ظهير أيسر في الدوري الذي مضى بعد اكتساح شكري وفتوح في الاستفتاء الجماهيري، بعد التحدث إن في بعض عروض قطرية للاعب علي معلول. الأهلي يرفض بشكل قاطع رحيل علي معلول في الانتقالات الصيفية الحالية بعد تهديده من قبل الأهلي ووضعه في قائمة الانتظار. عمار حمدي يدرس قبول عرض سيراميكا كليوباترا بعد فشل محاولات فسخ عقده والرحيل عن الأهلي والانتقال لبيراميدز. تقارير تؤكد أن إقامة مباراة الأهلي والاتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 15 سبتمبر المقبل. روي فيتوريا مدرب منتخب مصر يستقر على ضم ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، ويستبعد أحمد الشناوي بعد كثرة أزماته. وزير الشباب والرياضة يوافق على طلب قرض الزمالك وهو بمبلغ 200 مليون جنيه. عمر مرموش ومصطفى محمد يبدأون الدوريات الأوروبية بتاعتهم بتسجيل كل منهم هدف واحد في الجولة الأولى. طيب يا جماعة، كده نكون قلنا لكم كل أخبار تخص الكرة المصرية والدوري المصري والنادي الأهلي ونادي الزمالك. السلام عليكم، ما تنساش تحط لايك للقناة. السلام عليكم ورحمة الله، وصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو.